بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. موقع برهان طلبه واساس الجغرافيا. حبايبي اولى اعدادي، هنكمل طبعا بقى الوحده الرابعه الدرس الثاني وهو مصر تحت حكم البطالمه. يلا بينا. اخر حدث بقى خدناه المره اللي فاتت وهو وفاه الاسكندر. طب لما الاسكندر مات قال لك تم تقسيم الامبراطوريه بتاعته اللي هو عملها دي كلها بين قواده، يعني بين القاده بتوعه. طب ليه؟ قال لك لان ما كانش عنده وريث. طب مين القاده بتوعه؟ قال لك القاده بتوعه هم ثلاثه، واحد اسمه بطلميوس ابن لاجوس، واحد اسمه سيليكوس، واحد اسمه انتيجوس. اول بقى قائد عندك اللي هو بطلميوس ده اللي خد مصر. طب ليه ما خد مصر؟ قال لك لانه هو كان من اخلص القاده بتوع الاسكندر واقرب القاده للاسكندر الاكبر. طب سيليكوس ده خد منطقه سوريا اللي هي منطقه الشام، اما انتيجوس ده اللي خد منطقه اليونان. احنا بقى بالنسبه لنا هناخد البطالمه. دوله بقى البطالمه هي دوله كبيره حكمت من سنه 323 قبل الميلاد لغايه سنه 30 قبل الميلاد، يعني حوالي 293 سنه، يعني حوالي 3 قرون. خلي بالك البطالمه كانت المدينه او العاصمه بتاعتهم هي مدينه الاسكندريه اللي بناها مين؟ اللي بناها الاسكندر. طب البطالمه دولت قال لك تم تقسيمهم الى عصرين او فترتين، المرحله الاولى والمرحله الثانيه. المرحله الاولى الدوله فيها كانت قويه جدا 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 ومتقدمه في كل المجالات. اللي هم بقى مين اللي كان الحكام فيها؟ عندك بقى من اول بطلميوس الاول ثم الثاني ثم بطلميوس الثالث. يبقى اخر ملك قوي كان بالنسبه للبطالمه هو بطلميوس الثالث. نيجي بقى للمرحله الثانيه اللي هي مرحله الضعف، من اول بطلميوس الرابع لغايه اخر ملكه مسكت مصر وهي كليوباترا السابعه. طب الفتره دي ليه تميزت بالضعف؟ قال لك لعده اسباب. اولا ضعف الملوك، زي ما انت عارف اي سؤال يقول لك ليه الدوله ضعيفه هتقول له بسبب ضعف الملوك. ثانيا ان المصريين عملوا هنا ثورات ضد مين؟ ضد البطالمه. ليه؟ لان البطالمه كانوا ظالمين. خلي بالك الظلم هنا زي مين؟ زي دوله الفرس. والسببين دولت كانوا اسباب داخليه. في بقى سبب خارجي وهو زياده نفوذ روما وتدخلها في شؤون مصر لغايه لما قدرت ان هي تحتل مصر سنه 30 قبل الميلاد. نيجي بقى ونشوف الحضاره البطلميه اللي في مصر هتكون عامله ازاي. جاءت دوله البطالمه انشات حضاره بتسمى بالحضاره الهيلينستيه. كلمه الهيلينستيه تعني مزيج بين الحضاره المصريه والحضاره الاغريقيه، حاجه كده زي الكتابه القبطيه. فاكر الكتابه القبطيه في الكتابات كانت مزيج بين الكتابه الديموطيقيه والكتابه الاغريقيه. خلي بالك برضو الاسكندريه ستيل هي برضو العاصمه بتاعت الحضاره الهيلينستيه اللي هي الحضاره البطلميه. قال لك بقى الحضاره ديت لها عده مظاهر. المظاهر بتاعتي ده حياه سياسيه، حياه اجتماعيه، حياه اقتصاديه، حياه ثقافيه، وحياه دينيه، واخيرا العماره. اولا الحياه السياسيه. طبعا الحياه السياسيه تعني نظام الحكم والاداره، نظام حكم واداره اللي هي الحياه السياسيه. اولا قال لك الحكم البطلمي هو تكمله للحكم الفرعوني. ايه الحكم الفرعوني؟ كان الحكم الفرعوني بالنسبه للترم الاولاني ان الفرعون كان بيعتبر نفسه حكم مطلق. يعني ايه حكم مطلق؟ يعني ان الملك معتبر نفسه اله وعلى الشعب واجب الطاعه، يعني لازم الناس تسمع كلامه. وده اللي طبقه البطالمه. يعني برضو البطالمه طبقوا الحكم المطلق، يعني الملك شبه الفرعون زائد ان هو اله، زائد ان هو صاحب مصر وسيد رعايتها، وعلى الشعب واجب الطاعه، يعني لازم الناس تسمع كلامه. زائد هنا ان البطالمه كانوا بيعتمدوا على الاغريق اللي هم اليونانيين في تولي الوظائف اللي موجوده داخل الدوله، يعني مثلا منصب وزير، منصب حاكم اقليم، المناصب المهمه ياخدها مين؟ ياخدها الاغريق. ده بالنسبه لنظام الحكم. نيجي بقى لنظام الاداره. قال لك ان البطالمه حافظوا على التقسيم الاداري بالنسبه لمصر. مصر ايام الفراعنه كانت مقسمه الى 42 اقليم، هم برضو فضلوا على التقسيم ده. مصر برضو متقسمه الى 42 اقليم، والاقليم قسم الى مراكز، والمراكز قسمت الى قرى، ولكن القريه بالنسبه للبطالمه كانوا بيسموها قوم. زي مثلا عندنا كوم حماده، كوم امبو، فقوم تعني قريه. زائد ان اللغه الرسميه كانت ساعتها هي اللغه اليونانيه، واللغه الرسميه هنا هي اللغه اللي بتستخدم في المنشآت الحكوميه. نيجي بقى للحياه الاجتماعيه. خلي بالك بالنسبه البطالمه كانوا عايزين يبانوا قدام المصريين ان هم ناس بيحبوا المصريين، ان هم ناس وطنيين، ولكن ما عرفوش. عامل مثلا زي واحد صاحبك مثلا هو ما بيحبكش فبيحاول يبين نفسه ان هو بيحبك، فبتبقى باينه قوي، بيبقى تحس ان مشاعره مزيفه. فبرضه البطالمه حاولوا ان هم يبينوا لنفسهم ان هم حكام وطنيين وحكام كويسين، ولكن في حاجات هم عملوها بتبين العكس. ايه بقى؟ ان هم حافظوا على عاداتهم وتقاليدهم. ازاي انت بتحبني وما بتعملش عادات وتقاليدي؟ لا، فهو حافظ على عاداته وتقاليده الاغريقيه. 2 شجع هجره الاغريق الى مصر، يعني قال للاغريق اللي موجودين في العالم يا جماعه تعالوا عيشوا فين؟ مصر. طب الناس اللي في مصر هتروح فين؟ ثالثا بقى عملوا حاجه زي الاسكندر. طبعا الاسكندر بنى مدينه اسكندريه، هم برضو بنوا مدن ذات طابع اغريقي زي مدينه مشهوره قوي اسمها النقره
طيس. المدينه دي في محافظه البحيره يعني في الشمال فوق. زائد ان هم عملوا حاجه اسمها معاهد الجمانيزم. المعاهد الجمانيزم دي هي معاهد لا دور ثقافي، لا دور تربوي، لا دور رياضي، لا دور اجتماعي. المعاهد دي الفكره منها نشر الثقافه الاغريقيه بتاعت اليونان. نيجي بقى لثالث حياه وهي الحياه الاقتصاديه. لما نشوف كلمه حياه اقتصاديه يعني زراعه، صناعه، تجاره. قال لك ان بطليموس الاول كان هدفه ان هو يبني دوله قويه جدا سياسيا اقتصاديا اجتماعيا. ليه؟ عشان يقدر ياثر على الدول المحيطه بيه زي فكره الاسكندر. فاهتم بالزراعه. اول ما اشوف كلمه زراعي على طول من غير ما تفكر نظام الري. ايه نظام الري ده؟ اللي هو قنوات، ترع، جسور. فلذلك قال لك البطالمه اصلحوا نظام الري اللي عندك، شقوا الترع، قنوات، عملوا جسور، دخلوا ادوات جديده للري زي الساقيه. خلي بالك الساقيه ديت شبه ايه؟ شبه الشادوف اللي هو كان في الترم الاولاني اللي هو بيرفع الميه من مناطق منخفضه لمناطق مرتفعه. زائد ان هم دخلوا حاجتين في مجال الزراعه. ايه هم؟ دخلوا الاشجار المثمره، زائد ان هم دخلوا سلالات جديده من الحيوانات. ايه بقى الاشجار المثمره؟ زي الزيتون، زي التفاح، زي الرمان. بقى المجال الاخر اللي هو الصناعه. خلي بالك الزراعه ازدهرت يبقى الصناعه تزدهر. قال لك ان البطالمه طبقوا نظام اسمه الاحتكار. الاحتكار ده اللي هو ايه؟ ان الحكومه بتحتكر الصناعه وبتحتكر الحاجات اللي هي بتصنع ومفيش حد بيصنع غير الحكومه. قال لك ان الملك البطالمه اعتبر نفسه اللي هو الصانع الاول. كان بيصنعوا ايه؟ كان بيصنعوا الزيوت، زائد ان هم بيصنعوا المنسوجات. ادوا للناس شويه حريه ان هم يصنعوا المنتجات الصوفيه. يبقى خلي بالك كتان حكومه، صوف المواطن العادي او الشعب. زائد ان في عهدهم ازدهرت الصناعات زي صناعه الورق، صناعه الزجاج، صناعه العطور، واخيرا الحلي. نيجي بقى للتجاره، وانا لسه قايلك من شويه اذا ازدهرت الزراعه تزدهر الصناعه، واذا ازدهرت الزراعه والصناعه تزدهر التجاره. ايه بقى البطالمه عملوه بالنسبه للتجاره؟ ركز معايا، 3 حاجات: رقابه، رسوم، عملات. عملوا رقابه على الاسواق الداخليه، عملوا رسوم على التجاره الخارجيه، واخيرا اعتمدوا العملات اللي هي الذهب والفضه في عمليه البيع والشراء. نيجي بقى رابع حياه عندي وهي الحياه الثقافيه. قال لك ان البطالمه كانوا عايزين يحققوا نهضه ثقافيه، والنهضه تكون لصالحهم هم، لصالح البطالمه مش لصالح المصريين. ولذلك انشأوا منشآت علميه وثقافيه زي جامعه الاسكندريه زائد مكتبه الاسكندريه. الجامعه تعني دار او مكان بيدرس فيه الطالب نوعين من المواد اللي هي المواد الادبيه والمواد العلميه. قال لك بقى ان جامعه الاسكندريه في الوقت ده كانت من افضل واحسن الجامعات في العالم القديم. دليل ان هي من افضل الجامعات قال لك لان الجامعه ازدهر العديد بها من العلوم. ايه العلوم اللي كانت موجوده؟ علم الفلك، الجغرافيا، الطب والجراحه. ثانيا ان العلماء بتوعها توصلوا الى حقائق علميه. الحقائق العلميه زي دوران الارض حول الشمس اللي هي الدوره السنويه، زائد محيط الكره الارضيه، هي ابعاد الكره الارضيه اللي هي القطر السوي والقطر القطبي. ايه العلماء اللي هم توصلوا للحقائق ديت؟ عندك 3 علماء: اقليدس، مانيتون، وارشميدس. اقليدس ده بتاع علم الهندسه، يبقى اقليدس س علم الهندسه. مانيتون ده مؤرخ مصري اللي قسم تاريخ مصر الى 30 اسره اللي خدناه في الترم الاولاني. اما ارشميدس ده صاحب قانون الطفو. قانون الطفو ان الجسم لما يتحط في ميه ما ينزلش الى القاع، لا يفضل فوق في السطح. نيجي بقى لتاني حاجه هي مكتبه الاسكندريه. طبعا مكتبه الاسكندريه اول مكتبه حكوميه عرفها العالم دي، حكوميه مش خاصه، يعني حكوميه اللي عاملاها. المكتبه ديت اللي عملها بطليموس الاول، وقال لك الراجل ده قام مزودها بالكتب الاصليه وكانت باكتر من لغه زي اللغه اليونانيه واللغه الفينيقيه واللغه الهنديه. كانت الكتب دي في جميع انواع المعرفه سواء فنون سواء علوم سواء ادب. زائد ان المكتبه دي تعرضت للتدمير سنه 48 قبل الميلاد. يعني خلي بالك في انهي مرحله بقى من مرحله البطالمه؟ اولى والثانيه؟ لا، المرحله الثانيه. نيجي بقى لخامس حياه، الحياه الدينيه. الحياه الدينيه قال لك البطالمه ادركوا اهميه العقيده الدينيه بالنسبه للمصريين، يعني ادركوا ان المصريين بيحبوا الدين. فاكر زمين زي الاسكندر، فاكر لما راح المعابد وتقرب للالهه فالمصريين حبوه. ايه دليلك بقى هنا البطالمه يهتموا بالحياه الدينيه؟ قال لك ان هم اعترفوا بالديانه المصريه دين رسمي. خلي بالك هم اللغه كانت اليونانيه، الديانه مصريه. حلو. 2 اضافوا صفه التقديس لحكامهم. صفه التقديس اللي هو ايه؟ الملك المقدس بطليموس مثلا، فاهم؟ الملكه كليوباترا، الملكه المقدسه كليوباترا، دي صفه التقديس. ان هم بنوا معابد، المعابد دي زي معبد الاله حورس في ادفو ومعبد الاله ايزيس في جزيره فيلا. اخيرا بقى ظهرت عباده جديده هي عباده بتسمى بسرابيس. العباده دي برضو مزيج من الديانه المصريه والديانه الاغريقيه، وعباده سرابيس كانت بتتم في معبد اسمه السرابيوم في مدينه الاسكندريه. يبقى سرابيس في معبد اسمه سرابيوم، سرابيس سرابيوم. اخر بقى حاجه عندك وهي العماره. العماره اشهر بناء بنوه البطالمه هو مناره الاسكندريه. طبعا دي كانت من احدى عجائب العالم القديم في الوقت ده. قال لك المناره دي تعرفها هي بناء مرتفع يتالف من اكثر من طابق، ودورها ان هي ترشد السفن فين؟ في البحر. قال لك بقى اللي بناها بطليموس الاول. خلي بالك اللي بدأ في بنائها بطليموس. حلو. اللي انهى بقى بنائها هو بطليموس الثالث. يبقى خلي بالك بطليموس الاول هو اللي بدأها، بطليموس الثالث هو اللي انهاها، يعني تم افتتاحها في عهد بطليموس
الثالث. قال لك هي عباره عن شكل برج، والبرج ده عباره عن 3 طوابق، وكان طولها حوالي 120 متر. 120 متر ده لو تقريبا كده عماره مثلا حوالي 40 دور، خلي بالك 40 دور يعني حاجه كده صعبه يعني. المهم اهميه المناره ان هي بتستخدم في ارشاد السفن في البحر. وبكده اكون خلصت الدرس بتاعي، وباذن الله تعالى اشوفكم بقى الفيديو الجاي مع دوله الرومان في مصر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.